هو يسالني يعني ما شباب، شفنا المباريات كلها صح ولا لا؟ صح. 16 منتخب شفناه. اعطوني اللي بيوصل الى المباراة النهائية، ما راح اقول لكم البطل، من سيصل الى المباراة النهائية. طبعا هو رأي فني يعني، وان كانت على مباراة واحدة. متفقين؟ متفقين. بدون عاطفة، بدون عاطفة. ما في ولا فريق. انت لسه عامل نفسك مبنها ولا ايه؟ لا خلاص، ما تتكلم يا ما عم. انا جيت من على يمينك على شمالك اهو، ماشي. مع اني ما بحبش الكرسي ده يعني، قلقوني منه خوفوني منه. طيب يا باشا قول لي، انت منين في مصر؟ بجد يعني؟ القاهرة. انا عارف من القاهرة، منين يعني؟ من مدينة نصر. اجدع ناس. ربنا يخليك. طب ممكن نتكلم عن المباراة النهائية شوية؟ ممكن. تفضل. مش عاوز شرح. لا مش هشرح. قول. عندي 4 فرق عجبوني ككورة. يلا مين؟ منتخب المغربي، 1 منتخب السعودي، 2 منتخب المصري، 3 منتخب الأردني. 4. محمد الأحمر. نتوقع المباراة النهائية أبو جاسم. أنا قلت فريقين بس هو حط 4، كيف؟ أتوقع المغرب ومصر. المغرب ومصر. أحمد سعيد. صراحة خالد، الملامح ما بينت للحين، ما نقدر نقول في فريق يعني او فريقين بينوا انهم بيوصلون النهائي. شكرا لك. علي بن الشيخ. نظن الجزائر ولا لعبت المقابلات اللي جايين كيما لعبت اليوم ما تروحش النهائي كاع. انا اعطني فريقين الحين. فريقين نظن نقول ممكن مصر والأردن. نشأت. والله خالد سؤال صعب. شكرا لك. عبد العزيز اشراف. خالد انا اقول المغرب والسعوديه. احمد الرواس. انا نفس ما رشحت من البدايه قبل ما يلعبوا الامارات، حتى هو خاسر بيذكرني بالارجنتين، والمنتخب اذا ما تقابله هو السعودي النهائي والامارات بطل او السعوديه. عثمان. ان شاء الله الاردن ومصر. محمد بشير. صراحه سؤال صعب، صراحه ما تقدر. عادل. حسب مباريات الجولة الأولى أظن أن 4 منتخبات ممكن تصل إلى النهاية، اللي هم المغرب ومصر والأردن والسعودية. محمد الكعبي، شفت المباريات كلها؟ اي نعم. خالد مصر وطرف آخر المغرب والجزائر، يعني 1 من 3 ذيرة، 2 من 3 ذيرة. عمار. أردن، السعودية، المغرب ومصر. الأردن، السعودية، المغرب. انت الدور نصف النهاية. مش نهائي. النهائي يكون حسب رأي. قابل المشكلة كيف هي دحين احنا ما نعرف مجموعة. هو الزبدة ان 4 منتخبات يعني من البطولة ما راح تطلع عنها ال4 يعني، لكن بعضهم ممكن يتقابلوا مع بعض في الدور. ممكن. هو احمد هو اعطاك 4، المعنى ان البطل من هال4 كيف راح يتقابل وكيف كذا، من ال16 هو يختار. زين، نروح الى مباريات اليوم. علي بن الشيخ. نعم. انت راكب الطياره من الجزائر جاي قطر، انك انت راح تحقق اللقب، حامل اللقب. نعم. وعندك فريق زين. يفترض انك انت اليوم، مع كل حبي وتقديري واحترامي لاهل السودان على راسي، لكن يفترض انك اليوم انت تفوز على السودان 2-0 3-0. لكن اللي صار ان اليوم السودان لعب بقوه، وبالذات في الشوط الثاني يعني حتى حاول انه يسجل، في حين ان انت مهاجمينك كان محلهم سر. وصدمني ياسين ابراهيمي، لاعب ذو حلول فرديه. مصاب ياسين ابراهيمي، مصاب ما نجمش يلعب. مصاب. نعم. لكن انا شفته تحت في الدكه. نعم. كان موجود في الدكه. إيه كان واجب ما نجمش يلعب لانه كان مصاب. بس اذا مصاب ما يقعد في الدكه، هذا انا عارفه. تفضل. عموما مدرب يقول هكذا. دونك احنا شوف في المقابله، انا كي بدات بكل صراحه ال11 الاولين اللي دخلوا ما كنتش مقنع لان على احنا عندنا الرواق الايمن اللي هو ادم والناس لعب في المستوى، عندنا الرواق الايسر بولبينا. هي في المفروض
انا كنت نشوف سعيود يلعب ك10 كمحرك اللي هو يكسر الخطوط باش يلحق الكره للادم والناس، وهو كان من اللاعبين اللي ينجم يراوغ، ينجم يضرب، ينجم. ولكن هو دار خير اختيار واحد اخر، على كل حال هو حر. دار كاش يقولوا ميليو تيرا، بسم الله الرحمن الرحيم، تاع الوسط الملعب. خير واحد دفاعي، واش عليه دار كره، دار مقابله في المستوى اللي هو فيكتور. هذا فيكتور دار مقابله في المستوى، ولكن التنين الاخرين اللي هما الرقم 10 ورقم 8 ديجا كانوا متلاعبين بعاد على بعضهم، بيناتهم كاين واحد 15 17 متر بين اصحاب الوسط الميدان. الوغ الوسط الميدان مديور باش يتقاربوا بيناتهم، باش يبعدوا يلعبوا اللي كما يقولوا اونجلي 1 2 1 2 3، باش يخرجوا يكسروا الخطوط. ما كاش هادو، ما كاش. وادموا الناس اللي انا كنت ميز عليه، جاتو كره واحده في 30 متر على الحارس اللي دار بها مراوغات، جات في هذا واش دار. ادموا الناس ومن بعد تقلق راح تكلم مع المدرب، لان ما همش يلحقوا له الكره، كانوا يلعبوا غير على الرواق الايمن، الرواق الايسر. الرواق الايسر شفنا بولبينا هو اللاعب يحب يجيوه الكرات سهلين، عنده خطاش يضرب بالرجلين وعنده السرعه. وافضل لاعب بالنسبه لي اليوم كم صراحه المنتخب. حقك كمل كلامك. انا ليا ماشي افضل، ولكن تحرك. كان جوه زوج فرص، وحده كان قدامه الصديق تاعو كان ينجم يعطي له يسجلها، وحده ضربها مليح، هو اللي كان يتحرك في الهجوم. ولكن الوسط هذوك الزوج لاعبين تاع وسط الميدان ما كاش قاعدتك، ما داروا حتى دور. وهذه اللي خلاتنا، ولو السودان كي بدات المقابله كانوا يحافظوا على الدفاع تاعهم برك، ما حبوش يطلعوا. ممكن كانوا يستناو فينا، ممكن يقول لك الجزائر قويه يخافونا وكذا، ما صارتش. من بعد ما خرج ادم الناس، انا ماذا بيا نقول كلمه على ادم بعد ما كان طرده. نعم، بعد ما انطرد. قبل ما يطردوا الحاكم، كي عطاه بطاقه صفراء، هذيك بطاقه صفراء ما كاش كاع. تما اللي هلك شويه اللاعب تاعنا، لان ما كاش بطاقه صفراء. ولكن حاكم ينجم يغلط، ينجم. من بعد ما جات الثانيه ينجم يعطيه قباله حمراء كوم، خاطرش الثانيه ضرب. بعد ما خرج ادم والناس، شوف، بعد ما خرج ادم والناس خلاص الفريق تاعنا ضعف تماما. من بعد ما صبناش الحلول، جات الشوط الثاني السودان تغلبت علينا، حكمت كل الملعب ولات دير واش حبت. الحمد لله اللي السودان ما كملوش يلعبوا على الرواق الايمن. نعم. لان من تما داروا واحد زوج خطرات او ثلاثه قريب سجلوا لنا. بعد واش ولاو يديروا؟ ولاو يرميوا الكره في السماء، وهذيك الكره في السماء احنا ساعدتنا مع الدفاع، ساعدنا، لان ولينا نطلبوا ان شاء الله برك ما يسجلوناش، خاطرش الفريق تاعنا ضعف. زاد دخل لعب عطال مصاب صافي شحال، هو مصاب، هو لاعب جيد ولكن عنده مصاب صافي شحال. كي دخل انا تحيرت، لان اصلا نعرفوه بالسرعه تاعو، بالمراوغه تاعو، ولينا نشوفوه يراوغ غير هنا ويحد بين الكره. فهمت بلي ما ينجمش يدير اكثر من اللي يلزم. الوغ عنده لاعبين اللي ينجم يدخلون في هذاك المكان. ولكن هذه كرة القدم، انا نظن. شو هالسؤال، هي كرة القدم، احسنت، فيها فوز وفيها خسارة وكل شيء. لكن هل علي بن الشيخ مش مقتنع انت في الاسماء المختارة لمباراة اليوم، ام بس مقتنع بطريقة اللعب؟ لا، مش نجم نقول لك الاثنين. الاولى قلت لك انا كنت حاب يبدا المقابله هو سعيود، لانه هو اللي حرك اي فريق في العالم اللي عنده الوسط الميدان قوي ينجم يتغلب على اي فريق. هو باسكو هو الموتور، هو المحرك تاع الفريق. احنا اليوم الوسط الميدان ما كانش قاعدتك، هذه واحده. ثانيا منع اللي عندنا رواق ثاني مدافع اللي هو الحليميه،
اللي عنده القوه ويعرف يلعب كره القدم في المولوديه الجزائر، القوه تاعو يطلع، عنده السرعه. هنا منعه، ما خلاش يطلع الور كو الفريق تاع السودان قعد للور يدافع. كي قعد يدافع لور سرح المدافعين تاع الرواقين باش يطلعوا، هو ما سرحهمش. وزوج تاع الوسط الميدان ما يطلعوش، قعدوا تسمى عندنا الا تنين القدام، هو بولبينا. نعم. ورقم 9 هذاك الشاب الصغير هذاك هاو يلعب. بس مش مقتنع في بولبينا والله لاعب مميز، لاعب جبار. ما قلتش مانيش لا كابتن، يعني بمعنى يعني انه كنت بولبين بطل واحد اخر. لا شوف بولبينا لاعب جيد، ولكن بولبينا انا نعطيه نصيحه. بولبينا كره القدم فيها الضرب، فيها الكوراج، فيها تنحي الخوف. هو عنده هذا الخوف، هذا يستعملوش. يحب يحكم الكره نظيفه، ما كاش مدافعين، لازم يروح للشهاديه. وهو عنده مستقبل لاباس به. بولبينا يعرف يلعب مليح كره القدم. الجمهور يطالب بضم بولبينا للمنتخب اللي راح يروح كاس افريقيا. شوف، هو المدرب بيتكوفيتش قال لهم اللاعبين اللي يلعبوا في كاس العرب ما يلعبوش في كاس افريقيا. انا اكلمك عن لاعب وليس مجموعه، لاعب واحد. نعم، انت تقول ان المدرب قال المجموعه، مش مجموعه. لا، اي لاعب قال. قال اي لاعب اللي يشارك. لاعب مميز، فرد واحد مميز. هم يقولوا الناس يقولوا هكذا. لا، هو انا نتبع المدرب واش يقول. المدرب قال لك اللي يشارك في كاس افريقيا ما يشاركش معايا في كاس العرب، ما يشاركش معايا في كاس افريقيا. بالمجمل انت مش مقتنع باداء منتخب الجزائر اليوم؟ اليوم ما عجبنيش كاع، ما عجبنيش كرة، لا طريقة اللعب، لا تغيير اللاعبين. انا ما عجبنيش في التغيير تاع اللاعبين. والو المدرب، انا مدرب وصديقنا وحبيبنا، وهو مدرب مستوى لا باس عليه، ولكن بارفوان كاين خطرات وين الانسان ينجم يغلط في الاختيار، لان دخل عطال هو ما ينجمش يجيب لك حتى حاجه زياده، لان راهو مصاب وراهو رافد في الميزان. انا نظن ماشي غير هو، مام سليماني كي دخل بالتجربه تاعو ما صابش اللي يعطي له الكره باش يسجل ولا، دونك ما صابش روحه هو كاناتيك. انا نظن التغييرات ما كانوش في محلهم، والبدايه تاع اللاعبين اللي لازم تدخل ما كانتش في البدايه. تذكرت لك تصريح كنت تنتقد احد اللاعبين وتقول وكانه خزانه في الملعب. لا، اي دايره ضجه هذيك. بس اوصلك الفكره اللي عندي. انت كنت تقول عن احد اللاعبين وكانه خزانه في الملعب. نعم. هل الخزانه موجود في الملعب حاليا ولا مش موجود؟ اليوم في المقابله تاع اليوم في البعثه يا سيدي يلا. باسكو خرجت ديجا واحده. خالد في نقطة مهمة. لا يا أخي، لا النقطة المهمة هي شوف، هذه تكلمت أنا، خرجت هذه تاع خزانة تجي، لأن لاعبين هنايا أو في وسط الميدان والله يبارك لاعبين كاع في المستوى. أنا نظن اللاعب اللي يلعب في وسط الميدان يكون لاعب ذكي، عنده الانتيليجنسيا، ما يلعبش بقوة ويجري وكذا، لا يلعب بالراس كما يقولوا. وحنا في مقابله ما شفنا واحد 2 لاعبين شفتهم يجري برك، يروح منا يعطيو له البالون يديها له حتى لرجله. اي واحد فيهم اليمين ولا اليسار اللي في منطقه الوسط؟ نعم، اي واحد فيهم اللي في منطقه الوسط، اليمين ولا اليسار تقصد؟ ماشي اليوم هذا. لا كابتن علي، انا عايز اقول لك على حاجه. يعني انا عايز اقول لك، انت بمناسبه لعيبه خط الوسط، هو اهم لعيب في خط الوسط في ال3 اللي كانوا بيلعبوا المفروض هو سفيان بن دبكه. يعني هو المفروض هو همزه الوصل ما بين خط الوسط وال3، فالمفروض هو يلعب كرباعي. هو النهارده كان سيء، كان سيء قوي، وبالتالي الناس اللي قدام ما عرفتش تشتغل، استثناء بولبينا بالمهارات الفرديه بتاعته. بعدين في نقطه خالد، لو تلاحظ تونس، المغرب، الجزائر، مصر، مش نفس البطوله كاس العرب الاول، فرق على مستوى عالي جدا. صراحه انا تفاجات. المغرب كان منتخب غير طبيعي وخرافي، الجزائر البطل، احسن لاعبين، عندك تونس مستوى عالي، مصر هذا الفتره مع احترامي لهم كلهم احمد اقل بكثير، بس المغرب كله